يعني ايه كبت المشاعر؟ كبت المشاعر هو ان انت تخبي مشاعرك الحقيقية وتكتمها جواك وما تعبرش عنها. كبت المشاعر ليه اسباب كتير، ممكن مثلا يكون بسبب الخوف ان انت خايف تعبر عن مشاعرك، ممكن كمان يكون بسبب ان انت مش حابب تشغل اللي حواليك بمشاكلك، ممكن كمان علشان انت مش عارف تعبر عن نفسك. المشكلة إن كتم المشاعر بيزود من التوتر والقلق، وبتبقى طول الوقت في ضغط نفسي مستمر، لأن أنت بتجمع كل المشاعر والخبرات السلبية جواك وما بتقدرش إن أنت تعبر عنها. كبت المشاعر بيظهر في أشكال مختلفة. أول حاجة ممكن يكون بيظهر على شكل عصبية زايدة، ألم في الجسم، الصداع، وجع المعدة، مشاكل النوم وغيرهم. علشان كده مهم جدا ان انت تعبر عن مشاعرك، وان انت تخرج كل مشاعرك بره ومتكتمهاش جواك. والنهاردة هنتكلم على خطوات بسيطة هتساعدك ان انت تتخلص من كبت المشاعر. اول خطوة هي ان انت تعبر عن اللي جواك، وان انت تحدد بالظبط ايه هي مشاعري. انا حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس ان بحزن، باحباط، حاسس بخوف؟ ايه هو احساسي في الوقت الحالي؟ كمان لازم تحدد ايه هو السبب. هل في سبب معين؟ هل مشاعري دي مرتبطة بشخص معين أو مكان معين؟ لما هتعرف السبب هتبتدي أول خطوة في خطوات الحل. كمان ممكن تستخدم الكتابة علشان تعبر عن مشاعرك. في طرق كتير للكتابة، يعني مثلا في الكتابة الحرة، أو مثلا في إن أنت تكتب بنظام معين، يعني إن أنت يكون عندك أسئلة معينة يوميا وتجاوب عليها. مثلا أنا النهاردة سعيد بسبب واحد اتنين تلاتة. النهاردة حصل معايا موقف صعب بسبب الشخص ألف في المكان ألف مثلا. جرب تتكلم مع حد بتثق فيه وعبر عن مشاعرك. التعبير عن المشاعر مش ضعف، كمان مش لازم تبقى قوي طول الوقت، مفيش أي شخص قوي طول الوقت. ممكن تستخدم في البداية جمل قصيرة عشان تعبر عن نفسك، يعني مثلا أنا حزين بسبب موقف معين حصل في الشغل، أنا متضايق بسبب إن أنا محوشتش مثلا الشهر ده، أنا محبط لأن مش لاقي مثلا شغل. إن أنت تجرب تستخدم جمل قصيرة علشان تعبر عن اللي جواك وعن مشاعرك. لو ما لقيتش شخص معين ممكن تثق فيه، جرب تلجأ للمعالجة المتخصصة. المعالجة المتخصصة ليها نظام محدد وليها خطوات معينة. وكمان المعالج النفسي هو شخص محايد، يعني ما يعرفكش، ما يعرفش أي حاجة عن حياتك، وعشان كده هيقدر يقيم حالتك بموضوعية وحيادية، وده هيساعدك أكتر إن أنت تحل مشكلتك. كمان ممكن تجرب تمارين الاسترخاء. المشاعر السلبية بتتخزن في الجسم وفي العضلات. ممكن تجرب التنفس العميق أو التأمل الذهني. الاتنين بيساعدوا جسمك إن هو يسترخى، بيساعدوا إن أنت تعبر عن مشاعرك أو إن أنت تخرج المشاعر السلبية من جواك. ممكن كمان تستخدم التعبير الإبداعي. التعبير الإبداعي مثلا انت ممكن ترسم، مش شرط ان انت ترسم صورة تحفة، ممكن ان انت ترسم بشكل عشوائي، ممكن ان انت تلون، ممكن ان انت تسمع موسيقى، ممكن ان انت تغني، ممكن تجرب كمان ترقص. كل الحاجات دي ممكن ان هي تساعدك ان انت تخرج مشاعرك وان انت تعبر عنها. ممكن كمان تستخدم الرياضة علشان تحرر مشاعرك. ممكن تجرب الجري، المشي، الملاكمة، تمارين القوة. دي هتساعدك كتير ان انت تخرج طاقتك، ان انت تعبر عن غضبك مثلا، ان انت تخرج مشاعرك لبره. كمان ممكن تجرب تمارين اليوجا. تمارين اليوجا بتساعد على استرخاء العضلات. كمان تمارين اليوجا بتحتاج صبر كبير، فعشان كده ممكن عن طريقها تدرب نفسك ان انت يكون عندك صبر اكتر، ومع الوقت هتقدر ان انت تتعود عليها. ما تنساش طبعا ان انت تحط حدود واضحة، وخصوصا لو انت بتكتم مشاعرك قدام ناس معينة، لو انت بتخاف تعبر عن مشاعرك قدام ناس معينة. لازم ان انت تقدر تعبر عن نفسك وتقول انا مش مرتاح اتكلم دلوقتي، الموضوع ده يخصني أنا لوحدي. إن أنت ترد مباشرة وتدافع عن نفسك، لأن أنت كل ما هتكتم جواك وما تدافعش عن نفسك كل ما هتحس بأن أنت مش واثق في نفسك، أن أنت مش قوي، أن أنت مش قادر أن أنت تتحكم في حياتك، وأن الناس اللي حواليك هما اللي بيتحكموا في كل تفصيلة من تفاصيلها. كل مرة هتحط فيها حدود للشخص اللي قدامك، وكل مرة لما هتعبر عن اللي جواك وتقول السبب،
كل ما هتكون مرتاح أكتر، وكل ما هتكون واثق في نفسك وفي قراراتك أكتر. خلصت الكلام، كبت المشاعر بيأثر سلبيا على حالتك النفسية والجسدية. كل ما تعبر عن نفسك وما تكتمش جواك، كل ما هتحس براحة، وكل ما هتكون راضي عن نفسك أكتر. مهم جدا إن انت تسمح لنفسك إن تعيش كل مشاعرك، وإن انت تعبر عنها من غير ما تخبيها. ده هيديك ثقة أكبر في نفسك، ده هيخليك تكون مرتاح أكتر، وهيخليك تتجنب الأمراض النفسية اللي احنا دلوقتي بنتكلم عنها. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.